السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جمعة طيبة عليكم جميعا إن شاء الله. وعندنا النهاردة حلقة مهمة جدا جدا جدا، أتمنى من حضراتكم تتابعوني لحد آخر الحلقة إن شاء الله بإذن الله. هنتكلم النهاردة عن ماتش الزمالك وخروجه من البطولة العربية، وهنتكلم على فوز النادي الأهلي على النادي المصري، وهنتكلم على القندوسي وعروض القندوسي، وهنتكلم على عروض زيزو والعروض اللي جايه لزيزو من السعوديه. النهارده زيزو قدم ماتش كويس جدا جدا، والنهارده ناس كتير جدا اتكلمت عليه، وعندنا كلام على فتوح، وكان عندنا كلام على المستشار مرتضى منصور. طيب نبدا النهارده حلقتنا مع بعض بالنادي الاهلي وفوزه النهارده. امبارح الاهلي فاز على النادي المصري بنتيجه 2-1. فوز حلو بأداء وحش. فوز حلو بأداء وحش. الأهلي بقاله كام ماتش واحنا اتكلمنا على الموضوع ده، بقاله كام مباراة كده الأداء بتاعه مش حلو خالص خالص، من أول لعيب لغاية آخر لعيب مفيش أداء خالص من لعيبة النادي الأهلي. فرص كتير بتضيع، تحس اللعيبة مستهترة بالفرقة اللي قصادها، تحس اللعيبة نازلة ملهاش نفس تلعب. احنا طبعا عارفين الاهلي شارك في بطولات كتير وقدر يحصد 5 بطولات السنه دي، واللعيبه تعبت كتير جدا، ربنا يكون في عونها، من سفر هنا لسفر هنا لسفر هنا. بس كجماهير وكناس بتعشق الفريق، بتحب تشوف النادي بتاعها والفريق بتاعها في احسن مستوى ليه، بتحب تشوف الفريق بتاعها فايق، تحب تشوف نتيجة كويسة ونتيجة مطمنة، بتحب تشوف أداء كويس، ما بتحبش أي لعيب من اللعيبة يبقى عنده حالة استهتار أو حالة سوء أداء من اللعيبة. طيب النهاردة مستر كولر بدأ تقريبا كده بالتشكيل الأساسي اللي جاهز، بدأ بالشناوي وخالد عبد الفتاح ورا، محمد هاني، رامي ربيعه وعلي معلول. خط النص مروان عطيه وقفشه وحسين الشحات وتاو وديانج، وقدام كهربا. المباراه بدات النهارده علي ماهر، واحنا اتكلمنا على علي ماهر كذا مره ساعه مباراه فيوتشر، واتكلمنا قلنا يا جماعه وحذرنا من علي ماهر، يا جماعه خلوا بالكم من الراجل ده، لان الراجل ده ما تعرفش بيكره الاهلي، ما تعرفش عايز يبين نفسه اللي هو مدرب كويس قدام الاهلي. هو اي فرقه بتلعب الاهلي عامه بتحس بشراسه دفاعيه وشراسه هجوميه، وتحس من المدربين بالشراسه بتاعتهم. اللعيبه بتدخل بتعمل تاكلينج جامد قوي على اللعيبه. يعني النهارده حسين حسين السيد بيلعب ناشفه، وكذا لاعب كده من لعيبه المصري بيلعبوا باسلوب ضاغط شويه على اللعيبه بتاعت الاهلي، حتى لو لعيب اصابه ولا حاجه تحس ان هم مش هاممهم الموضوع ده. وبالنسبه لعلي ماهر، احنا قلنا يا جماعه خلي بالكم من علي ماهر، لان علي ماهر يتغلب من طوب الارض ايه الا الاهلي، واي فرقه يمسكها تتغلب من طوب الارض الا الاهلي برضه. من ساعه ما طلع ومسك فريق كمدير فني، مع انه كان بيلعب في الاهلي وكان شغال في النادي الاهلي، من ساعه ما ربنا كرمه ومسك مدير فني، وهو كل ما يلعب الاهلي تحس ان في طور كده، ما تعرفش إيه الموضوع، يتنرفز قوي مش عارف ايه، يتغلب بقول لحضراتكم بيتغلب من طوب الارض، وحضراتكم كلكم شاهدين وشايفين الموضوع ده. طيب خلصنا القصه بتاعت علي ماهر واتكلمنا عليه، لان علي ماهر بصراحه انا اتكلمت عليه ساعه مباراه فيوتشر، ولما جه مسك المصري اتكلمت وحذرت اللعيبه وقلت لحضراتكم على الموضوع بتاع علي ماهر. طيب كهربا والايقاف بتاع كهربا، ولجنه الانضباط والايقاف المحلي والايقاف الدولي. طيب كهربا عنده ايقافين دلوقتي، ايقاف دولي بسبب غرامه نادي الزمالك، وايقاف محلي. طيب نتكلم الاول على الايقاف المحلي. الايقاف المحلي كان كهربا عليه ليه موقوف 12 مباراه، وهيدفع غرامه مليون جنيه مصري. النهارده امبارح لجنه الانضباط اجتمعت وخففت العقوبه بتاع الكهرباء من 12 مباراه الى 6 مباريات، ومن مليون جنيه الى 500 الف جنيه. طيب كده كده كهربا لازم يدفع الغرامه دي لانه هيلعب. طب بالنسبه للغرامه الدوليه وغرامه نادي الزمالك، الفلوس بتاع الكهرباء احنا كنا قلنا يا جماعه كهرباء حضر خلاص الفلوس، والفلوس بتاعته موجوده في الحساب بتاعه في البنك.
على التحويل مباشرة لحساب نادي الزمالك. طيب كهربا بيعمل ايه هو والمحامي بتاعه؟ كهربا عشان الوقف اللي هو توقفه بتاع الست مباريات و500 ألف جنيه بسبب الزمالك وبسبب شكوى نادي الزمالك، الراجل عايز يدفع. احنا عارفين ان التوقف النهارده من الاتحاد الدولي كمان 6 شهور. طيب الراجل يقدر يدفع في اي وقت ويشيل يلغي القرار بتاع الايقاف ده. هل كهربا بقى يدفع اليومين دول؟ لا، كهربا عايز يستنى لحد ما يضيع على الزمالك فترة القيد، بحيث يفسد على الزمالك اللي هو يتعاقد مع لعيبه، ويفسد على الزمالك اللي هو يدفع الغرامه بتاعت شيكابالا، ويرفع الايقاف بتاع القيد عن نادي الزمالك. هل ده تصرف صح ولا لا؟ انا من وجهه نظري تصرف خاطئ. انت يا عم كهربا عليك فلوس ادفعها، هم يشتروا ما يشتروش دي حاجه ما تخصكش. يعني انا رايي ادفع الفلوس بتاعتك، خلي الزمالك قوي. احنا عايزين الدوري بتاعنا قوي. طول ما الزمالك قوي والاهلي قوي وبيراميدز قوي وفيوتشر قوي وزد قوي والفرق دي كلها، الدوري بتاعنا هيبقى حلو. هيبقى ليك نفس تقعد تتفرج وتقعد تحلل وتقعد تتابع المباريات بتاعتنا. هيبقى عندنا رعاة كتير جدا للفرق بتاعتنا كلها، هيبقى عندنا اعلانات. الدوري بتاعنا هيبقى مش شايف زي الدوري السعودي والدوري القطري والدوري الاماراتي بداوا يشافوا، بالذات كمان السنه دي الموسم الجاي ده في الدوري السعودي مدعم بلاعيبه كتيره جدا، بنزيما وكريستيانو وسادو ماني ومحرز، لعيبه كتيره جدا. فاحنا هنتفرج، الناس كلها عامله حسابها اللي هي تتفرج على الدوري السعودي السنه الجايه، الموسم الجاي ده ان شاء الله. طيب دكتور احمد ابو عبله، احنا عارفين دكتور احمد ابو عبله راجل محترم جدا، وكانت الاصابات قليله جدا في النادي الاهلي السنه دي، وحتى اللعيب اللي بيصاب ما كانش مدته بتطول زي السنين اللي فاتت. دكتور احمد ابو عبله الاهلي اتخذ قرار اللي هو مش هيبقى موجود من بعد المباراه بتاعت امبارح بتاعت نادي المصري. نتمنى له التوفيق. شخصيه محترمه جدا، شخصيه شاطر جدا. نتمنى له باذن الله التوفيق، ونتمنى له نشوفه ان شاء الله باذن الله في مكان كويس. احنا قلنا الاهلي النهارده فاز 2-1، احرز الاهداف معلول وقندوسي. طيب بالنسبه للقندوسي، قندوسي عليه كلام كتير قوي اليومين دول. قندوسي قاعد، قندوسي ماشي، قندوسي هي الاهلي يفسخ عقده. طب القندوسي الاهلي هيعيره، قندوسي هيتباع. طب احنا قلنا لو الاهلي اتعاقد مع 2 لعيبه اجانب كده القندوسي هيخرج. طب الاهلي اتعاقد خلاص مع رضا سليم، واحنا عارفين الكلام ده كله، وبنسبه كبيره جدا جدا الاهلي هيتعاقد مع راس حربه سيان سوزا، او موليكا ظهر تاني في الصوره، او اللعيب الكاميروني اللي انا قلت لحضراتكم عليه ان شاء الله باذن الله. بنسبه كبيره قوي لو راس الحربه جه، وده قريب جدا هنشوف في النادي الاهلي، هنلاقي القندوسي في الاهلي هيقدر يطلعه اعاره. طب هل القندوسي عنده عروض؟ عنده عروض من جوه مصر ومن بره مصر. من جوه مصر نادي زد مقدم عرض ليه، ونادي فاركو مقدم عرض ليه، ونادي فيوتشر مقدم عرض ليه. اظن ان الاهلي ممكن يوافق على عرض من 2، سيان زد او فاركو، لان فيوتشر تحس كده اللي هو مش متعاون برضو مع النادي الاهلي بنسبه كبيره، او الاهلي طلب منه كذا مره لعيبه وهو ما مش تحس ان هو مش عايز يتعاون معاه، يغلي على الاهلي ويغلي مش عارف ايه والكلام ده كله، مع ان الاهلي مدعم فيوتشر بلعيبه كتيره جدا. نتمنى لهم ربنا يهديهم ان شاء الله باذن الله، واللي فيه الخير ربنا يكتبه لنا ان شاء الله باذن الله. طب طاهر محمد طاهر، قصته ايه؟ هل طاهر مكمل؟ من وجهه نظر انا واللي انا عارفه وبنسبه كبيره جدا طاهر هيكون خارج النادي الاهلي. طاهر جايله كذا عرض برضو من الدوري، بس اقوى عرضين ممكن هو عرض الاتحاد السكندري، وممكن يبقى في صفقه تبادليه مع نادي المقاولين، ويرجع نادي المقاولين الاساسي بتاعه، واحنا ناخد منهم المدافع بتاعهم ان شاء الله باذن الله. احنا عارفين ان طاهر لعيب كويس، بس تحس ان هو مش متوفق قوي في النادي الاهلي. هو منسجم مع اللعيبه وكل حاجه، بس ما تحس ان هو مش يعني مش موفق قوي في لعبه مع نادي الاهلي. طيب اوفا، والكلام كتير على اوفا لاعب انبي المهاجم بتاعهم. احنا عارفين اللي هو لعيب صغير،
مهاجم كويس قوي، بيعرف يحرز اهداف، رجليه عارفه مكان الشبكه. ف اللاعب ده عليه كلام ولغط كتير قوي، يعني الاهلي بدأ يخش معاه في تفاوض، الزمالك بيفاوضه، وبيراميدز كمان داخل في اللعيب ده. انا اظن اللي هو ممكن بنسبه كبيره قوي برضو انبي وبيراميدز وفيوتشر، تحس ان هم ما بيحبوش يتعاملوا مع الاهلي، مع ان الاهلي بيدفع فلوس كتير وبيدفع فلوس كاش، ما تعرفش. فهو ممكن احتماليه كده لو الناس اتعاونوا مع الاهلي هيروح الراجل الاهلي، لو ما تعاونوش ممكن نلاقيه راح الزمالك او بيراميدز. طيب، بما اننا اتكلمنا على الزمالك نخش بقى في موضوع نادي الزمالك. الزمالك لعب النهارده ماتش كويس وتعادل، ده ماتش نقدر نقول عليه تعادل وحش بس اداء جيد. الاهلي الزمالك النهارده لعب اداء جيد جدا جدا جدا، ومحدش كان متوقعه قدام نادي النصر، وكان كسبان نادي النصر للدقيقه حاجه و80. كنت اتمنى اللعيبه تقف على رجليهم ورا كويس قوي، ويعني حتى بقى يشتتوا يلعبوا أي يعني يدافعوا كويس، واللعيبه تبقى واقفه على رجليها لحد اخر دقيقه في المباراه، وكنا نقدر نعدي المباراه دي ونصعد للدور اللي بعد كده. بس للاسف من وجهه نظري انا اللي ضيع الفوز النهارده هو المدرب بتاع نادي الزمالك، مع اني كنت بشكر فيه وهو مدرب كويس ومدرب كويس جدا ولغايه دلوقتي بشكر فيه، بس بتغييراته هو اللي ضيع الماتش النهارده وضيع البطوله بتاعت البطوله العربيه. احنا كنا نتمنى للزمالك يكمل، وكنا نتمنى للزمالك يحصد البطوله دي، كان هيدخل له دخل كويس جدا، هيقدر يسدد كتير قوي من المديونيات، هيقدر يدعم الفريق بتاعه. الفريق باين اللي هو عايز تدعيم، يعني لما يطلع واحد زي الجزيري ومفيش حد يسد مكانه، كان الجزيري هاجم حتى واخد اتنين معاه ورا، تطلعه ليه؟ لعيب كويس واقف على رجله، انت تطلعه ليه؟ شيكابالا كان لسه واقف على رجله، يعني شيكابالا النهارده كان لاعب ماتش كويس قوي، بيطلعه برضه. ليه بتطلعه؟ ما تخلي اللعيبه اللي عندها خبره دي واللعيبه اللي ماسكه الكوره دي قاعده في الملعب. كانوا عاملين شكل للملعب، وكانوا مع زيزو طبعا، مع فتوح، مع اللعيبه دي كلها كانوا عاملين اداء كويس، وكنا نقدر نعدي المباراه دي. وانت عارف لو احنا تعادلنا او خسرنا هنخرج بره البطوله، فما كانش في داعي ان انت تبدل التبديلات دي، وكنت تخلي اللعيبه تكمل المباراه، وكنا نقدر ان شاء الله باذن الله الزمالك يعدي المباراه دي ان شاء الله باذن الله. قدر الله ما شاء فعل، ونتمنى للزمالك ان شاء الله باذن الله التوفيق في البطولات. وانا قلت وبعودها تاني، الكوره في مصر من غير اهلي والزمالك ملهاش اي طعم. هم فعلا الاهلي والزمالك هم قطبي الكره المصريه، يعني الاهلي وحش تحس ان الدوري وحش ومفيش منافسه في مصر، الزمالك وحش او في اي مشكله تحس برضو لحاجه الكوره ناقصه في مصر. الناس كلها يعني لو جمعت الناس كلها، الناس اهلاويه وزملكاويه مش اكتر من كده. بسيط أوي لما تلاقي حد، يعني حتى البلاد بتاعتنا او المحافظات بتاعتنا اللي بيشجع الاتحاد الاسكندري هتلاقيه برضو بجنب الاتحاد بيشجع اهلي وزمالك، بيشجع المصري هتلاقيه بيشجع الزمالك او اهلي، اسماعيلي هتلاقي زمالك او اهلي. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا كنت اتمنى واحد من الناس والله بجد اللي الزمالك ياخد البطوله دي، كانت هتحل له مشاكل كتير، وكنا هنشوف زمالك جديد ايه الموسم الجاي. طيب، المستشار مرتضى منصور امبارح اعلن او اول امبارح اعلن استقالته من اي منصب في نادي الزمالك. في مشاكل كتير في نادي الزمالك واحنا عارفين الموضوع ده، واخواتنا الزملكاويه وعامة المصريين كلهم حاسين وشايفين ولامسين المشاكل اللي في نادي الزمالك، الديون الكتيره اللي عليه، وقف القيد اللي عليه، الكلام ده كله. طيب، المستشار مرتضى اتكلم وقال اللي هو خرج من الزمالك بسبب الديون الكتيره اللي عليه، وكلم على استاذ امير وقال امير خارج النادي بقاله شهرين، لان الناس برضو بدات تتكلم على استاذ امير، وبدات تتكلم على الصفقات والكلام ده كله. وقال لممدوح استاذ ممدوح عباس خلاص ارفع بقى الحجر بتاعك، لان انا خلاص سبت النادي. فاتمنى من الاستاذ ممدوح عباس يرفع الحجز اللي على
رصيد نادي الزمالك، بحيث النادي يقدر يتنفس شويه ويقدر يتحرك شويه في الصفقات وفي التدعيمات اللي الزمالك محتاجها. واتمنى من الناس اللي بتساعد الزمالك تساعده، بحيث يقدر يسدد الغرامات بتاعته. واتمنى لكهربا برضو يدفع الغرامه بتاعته، بحيث يقدر الزمالك يسدد الغرامه ويقدر يدعم الفريق بتاعه. فاتمنى لنادي الزمالك الخير ان شاء الله، واتمنى له التوفيق باذن الله. واتمنى اشوف الزمالك كويس والاهلي كويس، ويقدروا ان شاء الله باذن الله ينافسوا على البطولات الافريقيه، ونشوف دوري كويس قوي. في النهايه بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وبشكركم على اشتراككم عندي في القناه، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.